إذن كما كنا بتوازن تكتيكي مميز، الأهلي ينهي الشوط الأول على سيمبا متقدما في ملعبه وبين جماهيره بهدف دون مقابل. نذكركم بهدف المباراة وأعود الكابتن وائل والكابتن سامي. كابتن وائل، الأهلي بدأ بداية قوية إلى أن سجل الهدف وتألق في هذا الشوط. أفضل بداية للنادي الأهلي واستغلال لخبرة النادي الأهلي زي ما اتكلمنا قبل المباراة يا أحمد على خبرة اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي واستغلال الأخطاء والمساحات. تعامل النادي الأهلي في البداية بشكل جيد جدا، إلا أن الريتم هبط بعد تقريبا 25-30 دقيقة من اللاعبين، وبدأ يبقى السيطرة كاملة لفريق سيمبا اللي بيتراجع وبيعتمد على المرتدات والمساحات اللي بيتركها لاعبي النادي الاهلي. هنا بص الخبره في التمرير من عمرو السوليه والرؤيه للمساحه مع تعامل ممتاز من هاني اللي برضه بالخبره رقص المدافع اللي بيلعب عليه واستغل المساحه اللي في ظهره بشكل جيد وعمل التمريره. وهنا التكمله من كوكا وبيرسيتاو داخل منطقه الجزاء، ودي من النقاط اللي اتكلمنا على اهميه كوكا ان هو البديل المثالي لإمام عاشور. بالفعل البديل المثالي، وتألق طبعا كوكا وسجل هدف الأهلي الأول والوحيد في هذا الشوط. شوط بصراحة تألق تكتيكي من النادي الأهلي وتوازن دفاع متميز، وتألق من الحارس أيضا مصطفى شوبير بصراحة في هذا الشوط. كابتن سامي، يعني الأهلي نقول خطف سيمبا من البداية، هذا الهدف أربك حسابات سيمبا تماما. هو أنا حكيت قبل الاستوديو لكونه معناتها فريق سيمبا ما بلغش مستوى عالي على المستوى النضج التكتيكي وكيفيه تعامل مع المباريات. لما تلاقي خصم معناتها مسكر لك المساحات وعطيك الكوره، معناتها الاهلي علاش بدا حسب رايي بدا بطريقه مميزه جدا، خلى